السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ وحشتوني قوي. النهاردة معانا وصفة جديدة، هي طريقة تتبيل الفراخ. تتبيل الفراخ للشوي، يعني ممكن عادي تشويها في الفرن، او تنفع برضو كمان شوي على الفحم، يعني اي نوع شوي انت تحبيه، او ممكن حتى تعمليها على البوتاجاز من فوق برضو تبقى جميلة. معانا بقى المقادير اهي. دي فرخة كاملة متقطعة 4، ومعانا معلقتين صلصة كبار، و3 معالق معانا هي معلقة صلصة كبيرة، ومعانا 3 معالق او 4 معالق مية بصل كبار، وعليهم شوية خل، معلقة خل، ودي 3 معالق زيت، ومعانا ليمونتين، ومعانا يعني معلقتين زبادي، ومعانا قرفة اللي هي الخشب، وحبهان وورق لورا. يلا نبدأ نشوف مع بعض الوصفة. ماما اللي هتطبق لنا ان شاء الله النهاردة الوصفة. يلا نشوف مع بعض. اهي ماما هتبدأ معانا الاول. هنبدأ نقطع الفراخ، هنبدأ نفتحها. عشان ايه بقى؟ عشان كل التوابل تدخل جوه. اجي هنا، وعشان كمان تستوي حلو، اجي هنا من عند الكتف واقطع كده. يعني قصدك يا ماما من عند الحتت القريبة اللي هي بيبقى مقفولة على بعضها من العظم دي. ايوه، واجي هنا افتح كده ايه الصدر كده، فتح عشان يخش جوه التتبيلة بقى. هنا افتحها. تمام، بفتح كده ماشي. واجي هنا من عند الورك بقى افتح ايه كده من عند العظمه دي. يعني القرن ده عشان يطلع يا جماعه الدم او كده، وتبقى السوي بتاعها كويس من هنا. تمام، خلاص. يبقى انا فتحت ايه من عند الدبوس كده، فتحت ايه هنا. تمام، عشان تشرب التتبيله، عشان تستوي حلو. هنبدا بقى يا جماعه نحط معانا توابلنا اهي. المكونات بتاعتي الاول، هنحط المكونات الاول قبل التوابل، صح يا ماما؟ طب نزلنا بالزبادي اهو معلقتين. هنقلب فيها الايه توابل. البصل، الزيت، معلقه الصلصه، التوابل الجافه دي، الليمون، وبقى ايه الليمونه اللي كانت معانا ليمونتين. لو ليمونه كبيره ماشي. احنا اللي عندنا ليمونتين، يعني حطينا ليمونتين علشان الليمون اللي عندنا صغير. عرفينا التوابل بقى بتاعتها ايه مال بتديها الطعم الحلو، السر بتاعك بقى. دي معلقه اهي صغيره، نصها بودر توم باودر، والنص التانية يبقى معلقه نصها توم باودر، ونص توم باودر، ونص بصل باودر، نص معلقه بابريكا، نص بابريكا اهي. دي معايا بهارات فراخ، ونص معلقه حلوه برضه، نص معلقه مليانه يا جماعه كده بهارات فراخ. دي طبعا ايه بهارات اللي هي مشكله، بهارات مشكله، بتبقى دي 7 بهارات يا ماما تقريبا. وطبعا ايه الفلفل ده اساسي معايا، فلفل اسمر، ومعلقه حلوه كده ايه دي معلقه ملح عشان التتبيل طبعا. دي يا جماعه سر الخلطه بتاعتنا بتاعت الفراخ المشويه. اخلط بقى كل ده مع بعض. اهي يا جماعه التتبيله اهي، تتبيله جميله، ريحتها ايه ريحتها حلوه من التوابل اللي عليها، جميله قوي. اهي يا جماعه الفراخ اهي بعد ما طلعناها من الفرن شكلها جميله اهي، ريحتها حلوه قوي قوي، ومستويه بقى ما اقولكوش سوا، يعني جامد اكتر من اللي بتسلقيه. ايوه بتبقى احلى بكتير واطعم وجميل. ماما بقى هتعمل فيها تكه كده. أيوة. هي علشان تاخد طعم كانها على الفحم احنا مسخناها
كأنها مشوية بالظبط، مشوية على الفحم كده، وتاخد ريحة الفحم وتبقى ريحتها جميلة ومختلفة. شوفي شوية الدهون اللي نازلين دي دهون الفراخ يا جماعة، احنا ما حطيناش يعني، مش مكترين عليها دهون ولا حاجة، دي دهون الفرخ. هنحط بقى حتة الفحم هي ما تخافيش وبغطيها. ودي اهي سامعين الصوت اهو. شوفي الدخان تطلع بقى ريحتها بقى يا جماعه روعه والله العظيم. الريحه طالعه عليا جميله جدا، ويعني بتخلي طعم الفرخه وريحتها مشوي يعني. انا جايباها من بره المشويه طبعا، بس بنضافه بقى في البيت، وحتى اللي انا توابلي اللي انا عارفاها اهي. بنسيبها شويه كده متغطيه لحد ما تقريبا نحس ان الدخان بتاعها راح. اهي الفراخ بقت جاهزه معانا وطلعناها بعد ما خدت ريحه الفحم، بقت ريحتها حلوه قوي وطعمها ان شاء الله يعجبكم، مستويه خالص من جوه. ويا رب تجربوها وتعجبكم، وهي وصفه سهله وبسيطه. لو جربتوها وعجبتكم اعملوا لنا اشتراك في القناه وفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد، وقولوا لنا رايك في الكومنتات. وبألف هنا عليكم. باي باي.